دكتور انا بتكسف جدا لما باجي اسلم على الناس، ايدي بتبقى عرقانه جدا وبقعد امسحها في هدومي وبحس ان الناس بتقرف مني لما تيجي تسلم عليا. لما باجي استحمى برضو بيبقى فيه بقع عرق كتير قوي مع اني بستحمى كتير. انا مش عارفه ايه الحل، بس سمعت ان البوتوكس هو الحل للموضوع ده، فهل سيف ولا لا؟ لان سمعت برضو ان هو بيسد المسام وكده. طيب بصي حبيبتي، هو فرط التعرق او الهايبر هيدروزس ده معناها انه انا الغدد بتاعتي شغاله زياده عن اللزوم وعن المعدل الطبيعي. فاحنا لما بنيجي نحقن بوتوكس احنا لا بنسد مسام ولا اي حاجه خالص، احنا بنلعب على العضلات اللي مسؤوله عن، يعني دايما اقول ان الغدد بتاعتنا عامله زي خرطوم وفي اخر الغده نفسها. فلما الغدد العرقيه لما ببقى في ستريس او وات ايفر، عضله بتضغط عليها وتبتدي تطلع العرق. انت عندك العضله دي مضغوط عليها طول الوقت، فطبعا احنا البوتوكس بيعمل ايه؟ هو بيبتدي ان هو يخلي العضله دي ريلاكس، فبالتالي تحسي ان الافراز بتاع العرق نفسه قل. لكن انا برجعه للمعدل الطبيعي، لكن انا مش بعمل فيه اي حاجه تانية او انا بقفل المسام بتاعتك او اي حاجه. فبالتالي يا جماعه البوتوكس للهايبر هيدروزس هو امن جدا، ما فيهوش اي خطوره. يمكن هو مشكلته الوحيده ان احنا بنحتاج نكرره مره دخلة الصيف، سواء كان في الاندر ارمز. في الايد شويه ممكن يروح بسرعه بما ان احنا بنستخدم ايدينا كتير، فممكن يروح في خلال 3 أو 4 شهور بالكتير. وفي ناس بيبقى عندهم كمان في الجزمه بتاعتهم او في الفوت ان جنرال، فبالتالي نفسهم بيعرقوا كتير من الجزمه او واتس ايفر. فبالتالي الحاجات دي برضو بتحتاج ان احنا نحقن فيها بوتوكس، واتس فيري سيف ومفيش حاجه تخوف خالص.